مهما كان الألم اللي انت حاسة بيه دلوقتي وضيقة النفس والخنقة وتحسي ان انت مش قادرة تاخدي نفسك وحاسة انه انت عايشة أصعب أيام في الدنيا، مهما كنت حاسة بوقت صعب وحاسة انه الأيام دي مش بتعدي، صدقيني هتعدي. كنت أتمنى وأنا في أول العشرينيات إن يكون عندي أخت كبيرة أو صاحبة أو بنت خالة تقولي نصايح دي. عشان كده أنا النهاردة أختكم الكبيرة الصغيرة صاحبتكم أو بنت خالتكم اللي هتقول لكم النصايح دي. وبجد النصايح دي من قلبي، من أعمق نقطة في قلبي. كنت أتمنى حد يقول لي شروق خلي بالك من كذا وكذا وكذا وكذا، فأنا النهاردة جاي أقول لكم عليه. أول حاجة عايزة أشكركم من قلبي بجد، يعني مش قادرة نفسي كده أطلع إيدي أخذ أطلع إيدي وأحضنكم كلكم من كتر ما أنا بجد بجد ممتنة ليكم جدا. وشكرا على كل حد أخد دقيقة من وقته وكلمني، دخلوا كلموني على انستجرام، دخلوا بعتولي مسجات استمري محتواكي جميل، احنا سمعنا الكلام ده قبل كده بس انتي تأثرنا بيكي، فبجد شكرا من قلبي. انا اصلا في الفيديو اللي فات ما طلبتش الناس تعمل لي سبسكرايب، الناس عملت لي سبسكرايب، يعني كل اللي عمل لايك تقريبا عمل سبسكرايب، فشكرا شكرا شكرا. مهما كان الألم اللي انتي حاسة بيه دلوقتي وضيقة النفس والخنقة وتحسي ان انتي مش قادرة تاخدي نفسك وحاسة انه انتي عايشة أصعب أيام في الدنيا، مهما كنتي حاسة بوقت صعب وحاسة ان الأيام دي مش بتعدي، صدقيني هتعدي. الأيام دي طلعت مني شخصية أحلى، طلعت مني شخصية أوعى وأنضج وأحسن مليون مرة. الألماس أصله إيه؟ الألماس أصله فحم اتعرض لدرجة ضغط عالية جدا فبقى ألماس. فأنتي هتبقي كل مرة مبهورة من شخصيتك، شخصية أوعى وأنضج وعندها ثقة بنفسها أكتر، اللي عاشت كل الحاجات الصعبة دي. هتيجي حاجة وتهزها دلوقتي؟ لا، يمكن عشت الأيام الصعبة دي عشان كنتي مخدوعة في ناس ما يستاهلوش إن هما يكونوا موجودين في حياتك. انتي عشت الأيام دي عشان تكوني أحلى وأنضج. الدنيا ما بتمشيش وردية كده، أو إن مفيش حد ما بيتعرضش لمشاكل، كل واحد بيتعرض لاختبارات على قد قوته. ربنا بيختبر كل واحد على قد قوتك، بيديكي امتحان، نجحتي في الامتحان يلا الامتحان اللي بعده. فالدنيا ما بتمشيش كده، بس كل امتحان لازم تعرفي انت استفدتي ايه من الامتحان ده. انا بقيت شخصيتي اقوى، انا عرفت الناس دول خلاص، انا المره الجايه لما اقابل ناس زي دول من بعيد باي باي، انتوا مش هتخشوا حياتي. فهتشكري ربنا على كل الايام الصعبه دي. ما تقارنوش نفسكم بحد، انتوا ما اخدتوش اللي هو اخده، ما اخدتوش الفرصه اللي هو اخدها، ما اخدتوش البيئه اللي هو عايش فيها، الاهل، الحاله الماديه، كل الحاجات دي، التعليم، كل الحاجات دي انتوا ما اخدتوهاش. خليني اقول لكم مثال بسيط. محمد صلاح كان هيبقى محمد صلاح لو اهله كانوا حبسوه في البيت وقالوا له اقعد ذاكر مالكش دعوه بالهبل ده او الكوره ايه وعبط ايه. كان هيبقى محمد صلاح لو اهله كانوا قالوا له انزل اشتغل وهات لنا فلوس بدل ما انت قاعد بتلعب كوره وقاعد بتلعب وحاجه ملهاش لازمه. كان هيبقى محمد صلاح مستحيل. في كام محمد صلاح كان ممكن يكونوا موجودين دلوقتي لو اهلهم بس دعموهم في مجالات كتيره، مش بس في الكوره، في مجالات كتيره كان ناس كتيره عندهم مواهب بس ما فيش اهل يدعموهم. فانتوا ما تقارنوش نفسكم بحد، انتوا ما خدتوش نفس اللي هو اخده. في وقت من الأوقات كنت بالوم نفسي إن أنا معرفتش أفتح شركة ماركتينج 2020، كنت لسه متخرجة بقالي كام شهر ومعرفتش أفتحها. يعني إيه، عملت شغل عيادتين تجميل وبراند كوزماتيكس مغربي بس معرفتش أكمل. أعمل إيه؟ أنا مش عارفة، أنا أصلا مهندسة، ده مش مجال شغلي، معرفش أي حد بيشتغل في المجال ده، معرفش أي حاجة، مش عارفة أعمل إيه وما درستهاش وما عنديش علاقات ومعرفش ناس بس كنت بلوم نفسي، يا ربي الناس اللي فتحت قبل كده طب عملت ايه. فكنت متابعة بنت من البنات اللي فتحوا شركات ماركتينج كبيرة في مصر، وقالوا لها انت ازاي بدأتي من الصفر؟ قالت لهم انا ما بدأتش من الصفر، انا لولا الجامعة اللي متخرجة منها، لولا العلاقات اللي عندي اللي اخدتها من الجامعة، لولا اهلي والكوميونتي اللي حواليا، المجتمع اللي حواليها. لما تكونوا في مجتمع في مستوى معين يكون عندكم علاقات مع ناس اوريدي عندهم بيزنس، عندهم خبرات في مجال معين، ممكن ينفعوك وممكن يساعدوك وممكن يخليكم تكلموا حد يكلم حد يساعدكم. لولا ان انا متخرجه من الجامعه الفلانيه، البنت دي كانت خريجه الجامعه الامريكيه من اكبر الجامعات في مصر. فما ينفعش الوم نفسي عن حاجه هي مش عندي، انا لا ده مجال شغلي ولا اعرف اي حاجه عنه ولا عندي اي علاقات تساعدني ان انا اكمل، ما عرفتش اكمل.
فوقفت وقتها ان انا الوم نفسي، لان انا ما عنديش اي حاجه من اللي كانت عندها هي. فقلت انا في حال الوقت الحالي ده مش مناسب معايا ان انا افتح شركه. بس وقفت الوم نفسي. وقفوا تلوموا نفسكم، انتوا ما خدتوش كل ده. انت يمكن ما عندكيش الحاجه اللي انت بتلومي نفسك عليها او انت بتقارني نفسك بيها. انت قاعده بتلومي نفسك انه مثلا انت راحت وحققت نجاحات كبيره في سن صغير. طب ما يمكن انت ما عندكيش الاهل اللي يدعموكي. يمكن انت ما عندكيش الهوايه اللي عندها. ممكن تكون عندك هوايه في حته تانية بس ما عندكيش الهوايه دي. ان انتوا تلوموا نفسكم او تقارنوا نفسكم باي حد. اشتغلوا، اعملوا اللي عليكم وادعوا ربنا. بس انا عايزاكم تركزوا وما تصدقوش كل حاجه تشوفوها على السوشيال ميديا. يوتيوبر جمعوا كل الفلوس اللي هم حوشوها من اليوتيوب واجروا بيت فخم جدا لمده 3 4 شهور عشان يعملوا فيه محتوى. طبعا هناك في امريكا غير هنا، كل المنصات بتدي فلوس، بتدي فلوس كتيره. مروا الفلوس اللي معاهم ان هم يحملوا محتوى في بيت، فانتوا تشوفوهم وتقول ياه بصي الناس دي عايشه في بيت عامل ازاي، وانا يا دوبك لسه قاعد انا لسه قاعده بدرس واشتغل اخد لي كام الف جنيه ولا كام الف ريال ولا كام الف ايا كان عمله بلدكم ايه. ده اصلا مش بيتهم، ده بيت ايجار. العربيات اللي بيصوروها ممكن تكون ايجار، ممكن تكون بتاعتهم. مش كل حاجه تشوفوها على السوشيال ميديا تصدقوها. الحاجات الافوره الجامده دي عشان تعمل هوك وتجذبكم. انا حد درست ديجيتال ماركتينج وبشتغل فيه، فعايزه اقول لكم ان ده كل الحاجات دي عشان تجذبكم. ولا في تيك توكر اجنبيه طلعت تقول ايه؟ تقول انا حبيبي بيعنفني بيضربها عشان تقوم تصور معاه فيديوهات حب وغرام، وتشوف الصفحه بتاعتهم تقولوا يا ربي قد ايه بيعشقوا بعض، قد ايه بيموتوا في بعض، وهو اصلا بيضربها وبيبهدلها عشان تقوم وتصور الفيديوهات دي. وانتوا تشوفوا تقول يا ربي ليه ما عندناش الحب ده، ليه ما عندناش الحاجات الفظيعه دي. البروبوزل اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا الفظيعه دي اغلبها بتكون مش مدفوعه، بتكون اعلان سبونسر. انت تقولي يا ربي انا ليه خطيبي ولا جوزي ما جه ما عمليش حاجه شبه دي، وهي اصلا مش دافعين فيها جنيه. دي اعلان سبونسر للمكان ومحتوى بيتعمل. مش بقول لكم ان كلهم كده، بس مش عايزاكم تعيشوا في حياه مش موجوده اصلا، تقارنوا نفسكم بحياه مش حقيقيه. دي حياة مش حقيقية. 70 أو 80% مش حقيقية منها. الحب لأي حاجة اكستريم مش حقيقي. كده أنا ما بتابعش، مش أي حد أعمل له فولو. الفولو بتاعتك دي غالية قوي. مش أي حد تعملي له فولو، مش أي حد تكبريه وتشهريه. لازم حد يكون فعلا يستاهل، يكون بيقدم لك حاجة، حتى لو محتوى كوميدي بس محتوى كوميدي محترم، مش ضحك على العقول. لازم يكون عندك مصدر دخل. يعني ايه؟ يعني انا مقرره ان انا مشتغلش. انا مش عايزه اشتغل يا ستي، انا عايزه ابقى ربة منزل على عيني وعلى راسي، بس لازم يكون عندك مصدر دخل. الدنيا بتتغير، الايام بيتغير، الناس بتتغير. انت قررتي اتجوزتي دلوقتي وبعد الشهر جوزك حصل له حاجه، انت بعد الشهر انفصلتوا، هتعملي ايه؟ لازم يكون عندك مصدر دخل. حتى لو مش مقرره انت تشتغلي، لازم يكون عندك سكيلز تدخلك فلوس. انا قاعده بشتغل دلوقتي، عندي سكيل من البيت تدخلي فلوس. لو عايزين اعمل لكم فيديو عن سكيلز تدخل لكم فلوس او تشتغلوا زي من البيت، اكتبوا لي في الكومنت وانا اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. لازم يكون ليكي مصدر دخل. ما ينفعش عندك حاجه مسنود عليه، عندك بقى براند بتكبريه، عندك حاجه بتعمليها، اعملي محتوى، صناعه محتوى في الطبخ، صناعه محتوى هدايا، ايا كان لازم يكون ليكي مصدر دخل. دي حاجه ما فيهاش نقاش. الفلوس هي مصدر امان ليكي. الدنيا ما بتمشيش كده والناس بتتغير. يعني انت ممكن جوزك ده يكون بيرفكت اول 15 سنه 10 سنين، كده يتغير، يحصل له حاجه، يتجنن، ممكن يجيله مراهقه متاخره. فانتي لازم يكون ليكي ضمان، لازم يكون ليكي حاجه امان ليكي، ولازم يكون عندك مصدر دخل. مش بتلاقوا ست كده بعد ما اتجوز عندها جلو اب، تلاقيها نجحت في شغلها، تلاقيها فتحت براند، تلاقيها خلفت، تلاقيها كل ده، وتلاقيها بتعمل كل الحاجات دي وهي متجوزه، اللي هو تقولي ازاي. وتلاقي ست تانية اول ما اتجوزت اتطفت، اختفت من الدنيا، بقت انسانه باهته، بقت انسانه كده عندها لا مبالاه، وكبرت على سنها 10 15 سنه. الاتنين اتجوزوا، بس واحده في المكان الصح وواحده في المكان الغلط، واحده مع الشخص الصح واحده مع الشخص الغلط. فوانتي بتختاري الشخص او شريك حياتك في فتره العشرينيات ده، اختاري الشخص الصح. امتى تعرفي ان الشخص الصح؟ كنت بتفرج على فيلم مره وقالت لها 4 حاجات
قالت لها انك تقدري تكوني على حقيقتك معاه. شخصيتي، انا شخصيتي كده، فانت قابلني على شخصيتي، فانا قادره اكون حقيقيه بنسبه 90% 80% معاه. انت قادره تكوني على حقيقتك، مش بتتصنعي اي حاجه. تاني حاجه، انت بتكوني شخص احسن. يعني هتلاقي الناس تقولك ايه ده شروق، انت بقيتي احلى، شروق ستايل لبسك بقى اجمل بكتير من بعد ما اتجوزتي او اتخطبتي، شروق انت بقيتي كانك منوره كده، بشرتك بقت تلمع كده، شكلك بقى احلى، مع ان انت ما عملتش اي حاجه، بس انت مع الشخص الصح. اول ما تلاقي الناس تمدحك، تمدح شكلك، تمدح لبسك، تمدح طريقتك، ضحكتك، يقولوا لك انت بقيتي اجمل مع انك ما عملتيش ولا اي حاجه، اعرف ان انت مع الشخص الصح. تالت حاجه، يكون الشخص حنين. متهيألي انه الصفة اللي كلنا مشتركين عليها كبنات، ان الشخص يكون معانا ده يكون شخص حنين. يعني شخص قاسي دي حاجة صعبة جدا. وشخص يكون حنون معاكي توتال، يعني ما ينفعش اكون حنون في مشاعري بس بخيل في فلوسي، ما ينفعش. اللي بيكون حنين في ده بيكون حنين في ده، يا اما بيكون بيفيك. لو انتي من الاول اعرفي، لو انتي خطيبي حنين كلام ومشاعر بس بخيل في الفلوس، باي باي. ليه؟ لان اللي بخيل في ده بخيل في ده. كون شخص حنون معاكي، حنون دي كلمة تشمل حاجات كتيرة قوي. رابع حاجة، ان انت تخيليه اب لعيالك. يعني ايه اب لعيالك؟ يعني عايزاهم يقلدوا حركاته، عايزاهم يكونوا شبهه، نفس لايف ستايل حياته، نفس لايف ستايل، عايزاهم يكونوا نسخة منه. انت عايزة تشوفي ولادك كده؟ لو هو شخص محترم، بيصلي، بيشتغل وبيعمل اللي عليه، ما بيعليش صوته، ما بيعليش صوته على اهله، بيحترم امه، حنين مع امه، فانت عايزه تشوفي ولادك زي كده، اعرفي انه هو الشخص الصح. ما تضيعيش وقتك ومجهودك في المكان الغلط. لو حسيتي ان انت في المكان الغلط امشي، ما تستنيش عشان اي حاجه. طالما انت في المكان انت مش متقدره فيه، مش شايفه فيه، صدقيني هيجري العمر ومش هيحصل حاجه غير انك انت هتندمي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بشتغل في مكان انا ببذل كل مجهودي، بس محدش بيقدر شغلي، لا ماديا لا معنويا، مش متشافه. اروح على شغل تاني، اروح على مكان تاني. انا دلوقتي مع اصحاب مش بيقدروني، مش بيشوفوني، يخرجوا من غيري، مش مقدرين وجودي باي شكل من الاشكال. ما بيعملوش اي مجهود عشان هم يبسطوني، ما بيعملوش اي حاجه عشاني، مع ان انا بعمل كل المجهود عشانهم. انا موجوده دايما ليهم بس هم مش موجودين عشاني. همسك صحابي دول كلهم هقول لهم باي، حتى لو هم 10 سنين، لو هم 10 المدرسه، لو هم 10 الجامعه. امشي في المكان اللي انت مش متقدره فيه، مش متشافه فيه. لو انت في علاقه مع شخص مش بيقدرك، يعني انت بتعملي ايه، يعني انت بتشتغلي ايه، هو طول الوقت مش مقدر وجودك، مش مقدر اي حاجه بتعمليها، فانت هتسيبيه وهتمشي عشان ما يجيش الوقت وتندمي. انتوا بتكتشفوا الحياه. السوشيال ميديا بتحط ضغط فظيع ان انا في العشرينيات لازم اعمل كل ده. مين قال لكم، مين قال لكم ان انتوا لازم تعملوا كل ده؟ كل واحد في الحياة ليه خط سير، ليه خطته اللي ربنا كاتبها له، وليه محطتها يقف عندها في كل وقت. ففكرة ان احنا كلنا هنعمل كل حاجة في العشرينيات، طب هنعمل ايه بعد كده؟ انا عايزة اعرف هنعمل ايه، يعني ايه الملل ده، هنعمل ايه بقية حياتنا؟ ممكن يكون انتوا مش مقدر، ربنا مش مقدر لكم ان انتوا تنجحوا في العشرينيات، وده اللي ربنا ليه حكمة. خليني اقول لكم على قصة بس مش هقدر اقول الاسم. في ولد كان هو اول واحد بدأ الفيديوهات الكوميدية بتاعت الاجانب، والولد ده كان مكسر الدنيا حرفيا. يعني نجح نجاح ما كانش فيه حد زيه، هو كان اول واحد. الولد ده حصل له ايه؟ اتسجن، بعد كده ألحد، بعد كده دلوقتي هو مختفي. وانا مش بقول انه ممكن يكون انت وعيك ودماغك وعقلك لسه مش مستوعب النجاح ده. يعني انت ممكن تكوني انت مش مؤهله دلوقتي ان انت تنجحي، شخصيتك مش هينفع ان انت تنجحي. يمكن لو نجحتي دلوقتي تتدمري. في ناس كتيره نجحوا في سن صغير، في منهم انتحروا، في منهم اتجننوا، عقلهم مش مستوعب الحاجات دي كلها اللي حصلت لهم، الفلوس والحياه والنجاح. في منهم اتدمروا في سن صغير، نجحوا في وقت صغير جدا وهما ما كانوش مؤهلين لده. فممكن انتوا مش مؤهلين لده. ممكن في ناس ما اتجوزتش في سن صغير، يمكن هما مش مؤهلين لده. في ناس ما خلفوش في سن صغير، هما يمكن مش مؤهلين لده. خطة ربنا لينا هي دايما الصح، وربنا حاططنا كل واحد ليه محطته، هينجح هنا، هيفشل هنا، هينجح هنا. تخيلوا معايا واحد فشل في التعليم، فشل في الجامعة،
اترفض في جميع الاشغال، اشتغل لدرجه انه راح يشتغل دليفري، رفضوه في شركه كنتاكي، رفضوه من كتر ما هو انسان فاشل. الشخص ده في اخر ال30 هيعمل مشروع اسمه علي بابا، والشخص ده هو جاك ما. هو بقى من اثرياء الصين، وبقى من الأثرياء. الشخص ده في آخر الثلاثينات، تخيلين ال30 سنة اللي عاشهم أو ما يقارب أكتر، قولي 40 سنة عاشهم في فشل، ونجح في في أول الأربعينيات، وعمل حاجة محدش عملها وقتها، وبقى من أثرياء الصين ومن أثرياء العالم. فأنتوا ما تعرفوش خطة ربنا ليكوا إيه. فأنا مش عايزاكم تبقوا عايشين العشرينيات دي تحت ضغط. فكل واحد ليه ميعاده، ليه وقتك، ربنا ليه خطة ليكي. اشتغلي، اعملي اللي عليكي، وسيبي الباقي على ربنا. طلعي نفسك بره الضغط بتاع السوشيال ميديا والضغط ده كله، وركزي على خطة ربنا ليكي كده. خليكي مستسلمة. مش كل الناس تستاهل فرصة تانية. في أغلاط ما ينفعش نسامح عليها أبدا، لأن هو اللي عملها هيعملها تاني، اللي خانك هيخونك تاني، وصاحبتك اللي كذبت عليك هتكذب عليكي تاني، اللي اتكلمت عليكي في ضهرك هتتكلم عليكي تاني، وهتفضلي هتفضلي يكرروا غلط وانتي تسامحيهم، اصلا مش قصدهم يشروا، هيكرروها تاني. من واقع تجربتي، في اغلاط ما ينفعش تسامحي عليها نقطة. ومن اول السطر كان عندي واحدة صاحبتي اول ما نزلت مصر، كانت عندي صحاب، وهي شخص يعني بقينا كده بيست فريند، لدرجة في العمارة كانوا فاكرين ان هي اختي. كانت هي بتنام معايا على سريري، هي صاحبتي، هدومنا مع بعض، مصروفنا بنحطه على بعض ونقسمه ونخرج بيه. بقى احنا كنا لسه يعني اول مرة نعيش في مصر ونكتشف الحياة في مصر، وانا وهي بقى عايزين نكتشف بقى، وام حرية جاية من السعودية وانا جاية من السعودية. والبنت دي جا دخل ناس ما بينا وقالوا لها دي شروق اتكلمت عليكي في ظهرك. ما جاتش سألتني، ما جاتش عملت اي حاجة. جت بعتت لي اللبس بتاعي مع واحدة، قالت لي بتقول لك فلانة ما تكلمهاش تاني، هي مش عايزة تعرفك. بدون اي اللي هو انا ايه اللي حصل، مش عايزة تكلمني، ما بتردش عليا في التليفون، ويعني حركة بشعة. فاللي هو انا قلت، قعدت كده يعني انا مش عارفة، بحاول اوصل لها، مش عارفة اوصل لها، لان احنا ما بينا عشرة، ما بينا حاجات كبيرة قوي، مستحيل تعمل معايا كده. جت بعد كده قعدت تقول لي انا اسفه، هما وقعوا ما بينا، اصل قالوا ان انت اتكلمتي عليها. قلت لها طب تعالي اساليني، تعالي شوفي، طب تعالي انت عارفاني هتكلم عليكي ليه؟ احنا اصلا يعني صحابنا مجموعه واحده، يعني كلنا جروب واحد، فانا هتكلم معاكي مع مين؟ هتكلم عليكي اقول ايه اصلا؟ وسامحيني 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 وسامحيني. سامحتها. تعادل كارت بولد، قال لها شروق دي ما تكلميهاش. في نفس الوقت الولد ده كان باعت لي قد ايه انت شكلك جميل النهارده، وكنا في فرح، وقد ايه انت كنتي اموره النهارده، وقد ايه قد ايه. بعت لها شات، قلت لها بصي، راحت بعتالي مع الناس قولوا لشروق ما تكلمنيش تاني، شروق اتغيرت، شروق بقت انسانه وحشه، وقولوا لها خلاص ما تكلمنيش تاني. وكذبت عينيها، يعني كذبت عينيها وصدقت الولد ده، وفعلا قطعت معايا فجاه. وقتها والله العظيم يا جماعه انا قلبي اتكسر فتافيت. انا ما كانش عندي غيرها، هي كانت ماي بيست فريند، خروجاتنا مع بعض، انا معتمده عليها، يعني انا ما عنديش حياه من غيرها، هي حياتي. ها وجت سابت الولد ده ورجعت تكلمني تاني. وقتها انا ما سامحتهاش، ما انا كان جوايا عايزه اسامحها، بس هي خلاص لو اديتها فرصه تالتة كانت هتكرر نفس الغلطه، هي كانت هتكرر نفس الغلطه. فمش كل الناس تستاهل، يعني انا لو ما كنتش اديتها فرصه تانية ما كانتش عملتها معايا. وقتها فعلا قلبي اتكسر. صوت اللي هو اللي على تيك توك ده اللي بيقولك صوت ازاز بيتكسر، وقتها فعلا كسرت لي قلبي. لو انا ما كنتش اديتها فرصه تانية كانت هي عملت معايا نفس اللي عملته؟ لا. فدي الفكره يا جماعه، مش كل الناس تستاهل فرصه تانية. انا كل الناس اللي غلطوا غلط كبيره في حياتي واديتهم فرصه تانية ندمت ندم، يعني مش قادره اقول لكم، لان انا كنت عارفه ان هم هيكرروها، كنت عارفه ان اللي غلط مره، اللي عمل الغلط الكبير ده هيعمله تاني، اللي كذب عليا هيكذب تاني، اللي خاني هيخوني تاني، معروفه. في اغلاط كبيره ما ينفعش نسامح عليها. ويعني انا عارفه ان الموضوع ده صعب، بس عايزاكم تاخدوها، ويعني خدوا مني المعلومه دي، خدوا النصيحه دي وارموها كده في حته في عقلكم،
وشوفوا الناس دي هتكرر غلطها ولا لا. كم مرة كان نفسك في شنطة فلقيتي الناس كلها لابسة الشنطة، كأن الكوكب كله اجتمع ان هو يجيبوا الشنطة دي. كم مرة كان نفسك في حاجة ولقيتي الناس كلها ماسكاها مع انه الناس ماسكاها زي ما هي. الفكرة ان انت ركزتي عليها، فالحاجة اللي انت بتركزي عليها بتزيد وبتكتر وبتشوفيها كتير، والحاجة اللي انت بتتجاهليها تختفي كأنها مش موجودة. يعني انا دلوقتي لو انا مركزة على الحاجات الوحشة اللي في حياتي هتكتر هتكتر وتزيد، وهتلاقي نفسك يعني مثلا انا ممكن اركز ان انا عايشة في اسكندرية فما فيش فرص شغل كتير، فانا يا ربي حظي وحش، انا وممكن قول يا ربي الحمد لله انا عايشة في اسكندرية. شايفة الفيو الحلو ده؟ استنى اوريهولكم. شايفة الفيو الحلو ده يعني، وقادرة ان انا اشتغل ريموتلي او اشتغل من مكان بعيد، ويكون عندي وقت اكتر ان انا اقعد مع عيلتي، يكون عندي وقت اكتر ان انا اعمل كونتنت واعمل محتوى. فالحمد لله. كل واحد، انتي كل حاجة هتركزي عليها هتكتر، كل حاجة هتتجاهليها هتختفي من حياتك. لو تركزي على الحاجات الوحشة اللي في حياتك هتكتر وحياتك هتبقى سواد، هتركزي على الحاجات الحلوة هتكتر وتزيد. هو كده عقلنا بيشوف انتي بتركزي على ايه. انا دايما ما بسمعش اغاني حزينة، ما بتفرجش على مسلسلات حزينة، لو ايه ما اتفرجش على حاجات حزينة، ما بخشش في مود الزعل. يعني عايزة اقول لكم حتى الايام اللي هي بتكون في الشهر بيكون فيها زعلانين او مودنا مش مظبوط، والله العظيم ببقى زعلانة ان انا حاسة بكده، مع ان انا ما بحبش المود ده. بعمل كل حاجة ان انا اكون في مود حلو، اروح اخد شاور، اتفرج على مسلسل تركي تافه، المسلسلات الصيفي التافهة دي اللي هي البنت الفقيرة اللي بتحب الولد الغني، واجيب لي سناكس واشغل الشمعة، اخد لي شاور دافي كده، اقعد اتنقع في الشاور، خلي نفسي في مود حلو. دايما انا هركز على الحاجات الحلوة اللي في حياتي. مش في ايه اللي في حياتك عايزاه يكتر وركزي عليه. اتمنى الفيديو يعجبكم. انا مش عارفة، الدنيا ضلمت، الدنيا اليومين دول في نوة في اسكندرية فالجو ضلم، فأتمنى الفيديو يعجبكم وتاخدوا مني نصيحة دي كأخت كبيرة. أنا مجرد أخت كبيرة بتنصح اخواتها الصغيرين أو صحابها، مش أكتر.